تخيل معايا في الارشيفات القديمه ديال قناه BBC كاينين فيديوهات واشرطه ما عمرها تخرجت للعلن. الموظفين القدام كيقولوا باللي كاين واحد الشريط اللي فيه واحد الحلقه وحده ما كانتش موجهه للاطفال نهائيا. الحلقه هذه تصورات في واحد الوقيته اللي كان فيها الطاقم ديال العمل كيعيش ضغوطات خياليه وجحيميه. القصه كتقول باللي هذوك التيليتوبيز ماشي غير شخصيات لابسين ازياء، ولكن كانوا كيانات جابوهم من عالم اخر. في هذه الحلقه الملعونه الشمس اللي طالعه ووجه الطفل فيها كيضحك. في هذه الحلقه الشمس ما كانتش كتضحك، كانت كتغوت، ولكن الصوت ما كيسمعوش البشر. بدا المشهد عادي، التيله الخضراء، الارانب، الشخصيات كيرقصوا، ولكن الصوت تبدل. كان واحد الطنين مسموع بواحد التردد اللي هو منخفض، واحد الصوت كيخليك تحس بالغثيان وصداع في الراس غير الا سمعتيه اكثر من هاد الدقيقه هادي. فجاه تينكي وينكي حبس الرقص، التفت للكاميرا بشويه، ولكن ماشي بحال ديما. كانت الحركات ديالو ميكانيكيه ومرعبه بزاف، بحال شي آلة تخربات. في ديك اللحظه الالوان اختفت، التيله الخضراء رجعت رماديه بحال الا حنا في جنازه. تيليتوبيز بداو كينظفوا الازياء ديالهم بضفارهم، بحال كيحاولوا يخرجوا من جلودهم الملونه اللي خانقاهم. والاخطر من هادشي كيقولوا باللي الدراري الصغار اللي تفرجوا في هاد الشريط في تجربه سريه ما ضحكوش، تجمدوا في بلاصتهم، عينيهم تحلوا بزاف ورفضوا يهضروا لايام كثيره. كيقولوا باللي هذاك الطنين اللي في الحلقه كان كيحمل واحد الرسائل خفيه للعقل الباطن باش يزرع فيه واحد الخوف مطلق. والشخص اللي دار المونتاج لهاد الحلقه هذه لقاوه في الغرفه ديالو بعد سيمانه، كان كيحاول ينقش الاشكال ديال الانتين اللي فوق راس تيليتوبيز على جبهته بواحد الاله اللي حاده. يعني كان كيحاول يقتل راسه، وكان كيردد جمله واحده: الشمس ما كتغيبش، الشمس ما كتغيبش. من ديك النهار كلشي النسخ تحرقات، ولكن كيقولوا باللي كاينه نسخه واحده رقميه ديال الديجيتال مازال كدور في الدارك ويب، كتطلع فجاه الناس اللي كيبحثوا بزاف في الاسرار ديال هذا البرنامج. فاذا تفرجتي في شي حلقه ولقيتي غير الطانين والتيل الرماديه، حبس الفيديو فورا وما تكملش.